السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعيني، النهاردة يا جماعة نحب نبارك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي واللاعيبة النادي الأهلي. مش معنى إن إحنا بنبارك للنادي الأهلي تبقى إحنا كده بنكره الزمالك. يا جدعان إحنا أخو، يا جماعة إحنا أخو. النهاردة الأهلي غلب، بكرة الزمالك تغلب، بعده كده مش عارف إيه يغلب. احب اقول لكم يا جماعه قبل ما نتكلم في التفاصيل، يا ريت ما كناش مشتركين في القناه، يا ريت نشترك، يا ريت ان كناش مفعلين الجرس نفعل، نعمل مشاركه للفيديو عشان الفيديو ده مهم جدا. نفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وتشجعنا ان ننشر مزيد من الفيديوهات والمعلومات والفيديوهات الهادفه ان شاء الله. وتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك غباء كوميدي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقوينا على النشر المزيد من المحتوى ان شاء الله المفيد لكم. ودلوقتي نقول فاصل وراجعين. اعزائي المشاهدين ومتابعين قناتنا غباء كوميدي المتواضعه البسيطه، يا جماعه النهارده يا جماعه نحب نقول ونحب نوجه رساله. على قد ما النادي الاهلي ليه شعبيه كتير قوي، انا زعلان منه النهارده، مش انا بس، في ناس كتيره زعلانه منه النهارده. بس احنا مش بنقول لهم اللي احنا مش فرحانين لكم يعني ولا كده. لا، الف مبروك، الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي النادي الاهلي. النهارده يا جماعه انا والله انا ما اعرف، حتى انا بصور الفيديو اهو يعني بعد نهايه الماتش يعتبر بساعه. مش عارف بقى اقدر ارفعه النهارده على اليوتيوب او ما اقدرش، بس الفيديو بتصور بعد انتهاء الماتش بساعه زمن. طب واحد هيقول لي اما انت ما تعرفش حاجه في الماتش ولا في حاجه في الكوره، امال بتعمل فيديو ليه؟ انا والله ما اعرف حتى الماتش انتهى كام، وما زال لحد ما انا بصور الفيديو ما اعرفش الفيديو الماتش انتهى كام. مش عاوز اقول لكم، مش عارف اتنين لعيبه من النادي الاهلي، يعني مش عارف ولا لا، يعني كتر خير لو عارف لعيب ولا اتنين. نادي الزمالك يعرف لاعب يا ما اعرفش في اي نادي في اي ماتش. انا معليش في الكوره، انا ربنا خلقني كده انني ماليش في الكوره. بس النهارده يا جماعه احنا شايفين الناس، انا في شغلي وفي الطريق وفي المواصلات انا بلاقي ان مفيش سهرايه من مده 10 ايام فاتت او 15 يوم وممكن يكون اكتر، ان مفيش كلام الا على ماتش الاهلي والزمالك. ده احنا نطحنكم، ده احنا ندعوكم، ده احنا نمسح بكم الارض. ليه يا جماعه؟ ليه؟ عايز اعرف ليه يعني ان درجة كورة ولا ماتش ولا انتخابات ولا نخلي الناس بنشل بعضنا؟ ليه اكره واحد يكون معاي في شغلي او زميل تختة او صاحب او جاري او نسيبي او ممكن يكون اخوي في البيت او ممكن يكون ابوي؟ ليه نربي عنصرية معانا وبيناتنا بسبب الكورة او الانتخابات؟ اي نعم الكورة دي يا جماعة يعني حاجة جميلة جدا، والرياضة حاجة شيء جميل، بس يا جماعة مش عشان شيء جميل وفيه مميزات ويكون فيه عواقب وأضرار عليه. واحد هيقول لي ازاي يا عم الحاج انت بتقول كلام كده؟ انت ازاي ما فيش واحد بيحب الكورة؟ ازاي واحد ما بيحبش الكورة؟ في بني آدم النهارده ما بيشجعش الكورة؟ لا، مش معنى ان انا ما بشجعش تبقى انا مانيش بني آدم ما عنديش احساس او مشاعر. هي زي يعني في ناس متعصبة كتير في الكورة وجامدة أوي، وفي ناس بتشاهد الكورة غلب زي ما يغلبش، وفي ناس ما تعرفش يعني ايه، يعني ما تعرفش حاجة، زي مثلا أنا ولا ليه في السياسة ولا ليه في النشرات ولا أي حاجة. أنا كده يعني ممكن أقعد أمام نشرة أو قدام التلفزيون أشاهد نشرة ألاقي خبر كاذب، يعني خبر كذب. بكرة في أمطار غزيرة مش عارف ضربت الولايات مش عارف مدينة كذا، واحط في نفسي واقعد اردد الشائعات وانشر واعمل وهو يكون الخبر كذب. عشان كده انا ما بهتمش بموضوع النشرات. لو الكوره نفس النظام عادي،
الاهلي غلب زي ما غلبش، الزمالك غلب زي ما غلبش، اللي احنا كلنا في الاخر اخوات. نهاية الموضوع يا جماعة، النهاردة الفيديو بيتكلم على حاجة واحدة بس، لا للعنصرية، لا للكره، لا للتشدد. يعني محدش يعادي جاره أو زميله أو صاحبه علشان ممكن العداوة دي، ده احنا كنسنا بكم الأرض، انتوا أول مرة تغلبوا وانتوا فرحانين، ده احنا مش عارف قبل كده غالبينكم كذا كذا، قبل كده ده احنا غالبينكم 5-0. ممكن كون أنا وأنت زمايل منذ الصغر، واحنا في أولى ابتدائي أو في KG1 اللي هي مثلا حضانة يعني، وفي ثانية أبص ألاقيك مجرد في ماتش أو على القهوة ممكن نقوم نموت بعض من أجل الكورة. مش بس كده، النهاردة يا جماعة أنا هوريكم فيديو دلوقتي للاحتفالات بتاع ماتش الكورة. احنا في قرية أرياف، يعني قرية بسيطة جدا وفقيرة جدا وغلابة خالص. يعني بصراحة المنظر ده غريب قوي لقرية فقيرة خالص، قرية قليلة قوي، أو قرية مش مذكورة على الخريطة إن فيها الاحتفاليات دي والوطنية للكورة دي. مش بس كده، احنا عندنا موتين، يعني 2 لسه ميتين النهاردة، وناس قاعدة يعني الله يعينها ويصبرها، الله يعينها ويصبرها على الناس اللي فقدتها النهارده. واللي ينفع الموتوسيكلات والاحتفالات والشعب، ليه ما نخافش على شعور بعض؟ ليه ما نخافش على شعور بعض؟ واحد يقول لي يا جدع انت مالك؟ طب انا في ذمتكم المنظر ده لو يرضيكم، لو انت عندك موتة او عندك واحد مريض جوه مش قادر يستحمل اي اصوات، اتفرج يا عم على الفيديو، ولو انا غلطان قولوا لي غلطان. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. يلا. تعال صورنا مع احمد صور فيديو. ايوه زي ما هي كده. تعال شفت المنظر؟ والله يا جماعة عندنا 2 ميتين النهاردة، وناس يعني الله يصبرهم ويقويهم. يعني زي ما بيقولوا ناس هايصة والناس لايصة. ينفع عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، عشان الناس لما تشوف عداد الفيديو من بره كده فالناس بتتخط. انا والله ما مجهز الفيديو ده، انا والله ما مجهز الفيديو ولا شفت دقيقة واحدة من الماتش حتى. بفتح الفيس واليوتيوب لقيت لك الاحتفاليات والدنيا قلب الدنيا. قلت يا نهار ابيض، طب احنا عندنا موتين. انا هطلع بره، فتحت الباب بصيت لقيت الشوارع شراميخ وصواريخ واحتفالات وتلاكسات بالموتوسيكلات والعربيات. طب احنا عندنا موتين في الشارع او في المنطقه او في البلد. مشاعر الناس دي ايه؟ هو انا ما اعرفش افرح واعبر عن فرحتي الا ما اجرح شعور جيراني؟ انا ما بتكلمش في الكلام ده ان انا بكره الاهلي ولا الزمالك، انا بحييهم تاني، بوجه لهم الشكر على المجهود، الف الف مبروك. بس يا ريت يا ريت الشعبيه او الجمهور يكون فيه احساس شويه وخوف على مشاعر الجيران والاقارب علشان الناس ما تزعلش مع بعض. يا ريت بكره او بعده او اي ما الناس تقابل بعض على القهوه او في الشغل او في المواصلات، يا ريت ما يشيلوش من بعض ويحروا بعض بالكلام، عشان ممكن حد يمسك في حد ويعور حد. كده يا جماعه رسالتي يا رب تكونوا فهمتوها. اتمنى ان تكونوا فهمتوها. انا ما مش مجهز الكلام ولا كاتبه في ورقه ولا مذاكره، انا بتكلم الكلام اللي هو المفروض يتقال من القلب.
يا ريت تكون استنفعنا من الفيديو واستفدنا منه. استفدت من الفيديو، يا ريت تعمل لايك. ان الفيديو مش على مزاجك يا عم اعمل لنا ديسلايك، اهم حاجه انك تعبر عنه. اعمل لنا مشاركه الفيديو يا ريت، عشان فيه ناس اللي عندها العنصريه وعندها دماغها او طيشين شويه يستفادوا منه، يعرفوا الكلام. يا ريت نعمل مشاركه للفيديوهات بتاعتنا. يا ريت تعملوا لايك وتشجعونا على نشر المزيد من الفيديوهات. اللي عنده منتدى كده نتمنى له ونترجاه انه يعملها مشاركة عنده على المنتدى. وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك غماء كوميدي، تضغطوا لايك واعجاب ومتابعة بالصفحة ان شاء الله. ونترككم في رعاية الله والسلام، وكمان مرة ألف مبروك للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله.